بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنتكلم النهاردة عن مباراة منتخب مصر وملاوي في الجولة الرابعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 اللي هتتلعب في كوت ديفوار. قبل ما نكمل الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمني بلايك، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. 4 3 2 1. مباراة منتخب مصر وملاوي هتتلعب يوم الثلاث 28/3 الساعة 3 العصر في ملاوي. منتخب مصر داخل المباراة يحتل تاني مجموعته. المباراة اللي اتلعبت في القاهرة في استاد الدفاع الجوي، مصر فازت بهدفين مقابل لا شيء. أحرز أهداف مصر عمر مرموش ومحمد صلاح، أو محمد صلاح وعمر مرموش، مش هتفرق كتير. روي فيتوريا هنا في المباراة اتلعبت في استاد الدفاع الجوي بدأ بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني باك يمين، محمد حمدي باك شمال، اتنين قلبين دفاع احمد حجازي ومحمد عبد المنعم، اتنين في نص الملعب على الدايره طارق حامد ومحمود حماده اللي كان مفاجاه انه بدأ برضه تاني، وقدامهم محمد صلاح ومحمد سيد زيزو وعمر مرموش، وراس حربه وحيد مصطفى محمد. مباراة القاهرة ومباراة استاد الدفاع الجوي انتهت وخلاص خلصنا منها، رغم ان الاداء فيها ما كانش ولا بد ولا يدل على ان منتخب مصر ولا فارق الخبرات ولا فارق التاريخ بين منتخب مصر وملاوي. ولكن مباراة بكرة اللي هو يوم الثلاث ان شاء الله، انا شايف ان هي تكون مباراة صعبة، خصوصا انها هتلعب في الصيام. احنا عارفين الحر والصيام والارتفاع عن مستوى سطح البحر، ولاعبتنا بس مش هندي مبررات لاعبتنا كتير، لان احنا معانا مدرب عالمي زي الناس بتقول، ومعانا لاعب عالمي زي محمد صلاح، ولاعيبه محترفه بحجم مصطفى محمد وعمر مرموش واحمد حجازي وامام عاشور وطارق حامد واحمد حسن كوكا، ولاعيبه مميزه جدا. ولكن هنشوف بكره ان شاء الله منتخب مصر هيعمل ايه. شوفوا فيتوريا اشرك في المباراه الاولى حوالي 16 لاعب، ال 11 والخمس تغييرات بتوعتنا استفدنا بيهم، فان شاء الله ربنا يسهل بقى بكره في مباراه ملاوي. المباراه زي ما قلنا هتكون مباراه صعبه بنسبه كبيره، ان روي فيتوريا هيبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه مباراه ملاوي اللي اتلعبت في استاد الدفاع الجوي. محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد حمدي، محمد عبد المنعم، احمد حجازي، طارق حامد ومحمود حماده، زيزو وصلاح ومرموش ومصطفى محمد. ان شاء الله نتمنى يكون التغييرات بدري ومنتخب مصر يقدر يكسب المباراه ويفوز بالمباراه ويحاول يتصدر مجموعته تاني، لان احنا لسه هنلاعب غينيا في غينيا واثيوبيا في القاهره. يعني المشوار هيكون صعب، خصوصا المباراه هتتلعب بره مصر. زي ما شفنا احنا اتغلبنا من اثيوبيا في اثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، فنتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نكسب ملاوي في ملاوي ونوصل للنقطه التاسعه. عايزين اداء يكون مغاير للاداء اللي شفناه في استاد الدفاع الجوي مباراه القاهره. طبعا مصطفى محمد كان مختفي، احمد سيد زيزو برضه نفس الكلام، عمر مرموش اداؤه ما كانش ولا بد، محمد صلاح بدا لما لقى اللعيبه بدات تدخل جامد وتلعب بعنف بدا يخاف على رجليه ويخاف على نفسه. بنتكلم احنا معانا لاعب عالمي، عايزين اللعيبه دي تشوف وتتعلم من منتخب المغرب. احنا خلاص منتخب المغرب او الكره المغربيه، منتخب المغرب بالاخص هنحطه كحاله قدامنا نتعلم منها. منتخب المغرب شفنا رابع العالم، منتخب المغرب اول امبارح بيلعب ماتش مع البرازيل في المغرب، ماتش ودي مع البرازيل في ملعب طنجة بالمغرب، وبيفوز على البرازيل 2-1. نتمنى ان شاء الله الكره المصريه توصل وتبقى زي الكره المغربيه ونكون احسن باذن الله ونوصل للعالميه، خصوصا ان احنا ما عندناش حاجه تمنعنا، معانا لعيبه كويسه جدا، معانا مدرب، جايبين مدرب برتغالي مدرب عالمي. فان شاء الله نتمنى ان المدرب العالمي الكره المصريه تستفاد منه والمدربين المصريين يستفادوا منه، وان شاء الله نشوف مستوى مغاير ومنتخب مصر يقدر يفوز على ملاوي بكره الثلاث الساعة 3 العصر إن شاء الله في ملاوي ويوصل للنقطة التاسعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.